الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من أكلات واحد نوح. بسم الله نبدأ وبحمد الله ننتهي. دي الأكلة النهاردة فتة رقاق بالشوربة البني، أو معروفة عندنا احنا باسم إيه؟ السليقة. دي في إيه؟ في محافظة قنا. بالنسبة لنا احنا برضو إيه؟ من قرية بسيطة من إيه؟ من الصعيد الجواني. فعندنا مشهورة الأكلة دي، فلازم من عاداتنا وتقاليدنا هناك إن احنا الأكلة دي لازم ناكلها أول يوم عيد الضحية أو عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله نبدأ كده وتكون بداية موفقة كده بإذن الله. وهتشوفوا الأكلة دي بتكة جديدة، يعني أكيد أنا مش أحسن من أي حد، وأكيد كلكم أحسن مني فيها، بس هتشوفوا تكة جديدة يمكن ما عملتوهاش انتوا قبل كده. ما تنسوش الاشتراك وتفعيل ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك والشير. يلا نبدأ أكلتنا من أكلات واحد نوح. طبعا الأكلة دي لازم يكون فيها بصل كتير وسمنة كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. فزي ما انتم شايفين البصل لازم يكون كتير قوي، وعلى نار حلوة كده، لا هي عالية ولا واطية عشان ما يتحرقش ويستوي. فهنعمل ايه الوصفة بقى؟ هقول لكم الوصفة زي ما انتم شايفين، بصل وسمنة، وهنحط ايه التوابل بعد كده. التوابل ما تكتريش بقى، هو الملح والشطة وشوية فلفل اسمر صغيرين، عشان ايه مش عايزين نغمقها. طب التكه اللي انتوا بتشوفوها بس لما البصله تحمر شويه، كانت التكه الجديده اللي انتوا ايه ما حدش عملها قبل كده، فهتشوفوا التكه ايه، التكه البسيطه دي بس هتديها طعم تاني خالص، وهتنقلكم في حته تانيه خالص. فهنشوف كده ان شاء الله مع بعض. نحط بقى الملح دلوقتي، نحط بقى التكه البسيطه اللي هي الشطه والفلفل الاسمر. هنقلب كده لحد بس ما تحمر كده معايا شويه، عشان هوريكم التكه بقى اللي انتوا ايه مش عارفينها، وان شاء الله ايه هتغير طعم الشوربه خالص معاكم. واللي ما كانش بياكل فتة الرقاق هيطلبها على طول، ان ايه من والدته او اخته اللي بتعمل ايه. هقول لكم الوصفه من الاول. الوصفه بصل كتير بنقطعه ناعم، ونحط السمنه برده كتيره عشان خاطر ايه عايزينها تبقى حلوه ايه محمصه معانا. وبعد كده نحط الملح ونحط الفلفل ونحط ايه شويه شطه حمرا، نفضل لحد ايه ما تحمر معانا كده. بعد كده بقى بحط التكه اللي انا هوريها لكم دلوقتي، اللي هي شويه عصير حته القوطه دي ايه اللي انا مقطعاها، قطعه كبيره كده مقطعاها ايه قطع صغيره. بقول لكم عليها في الشوربه البني. طبعا ايه متعودين كلهم ايه عندنا في البلد وحتى في مصر هنا متعودين ايه يعملوها بس تقليه بس باللحمه، وبعد كده يزيدوها ايه بميه. في تكه ثالثه اول مره حد يعرف اوريها لكم، بس لما دي تحمر معايا شويه كده ايه والبصله تدبل شويه كده عشان احط فيها ايه اللحمه. شايفين اللون؟ شايفين اللون جه معاكم ازاي؟ الريحه عندنا في المطبخ انا وشاهد هنا رهيبه. ماشي، فهنحط اللحمه كده بسم الله. مش هقول لكم على الريحه طالعه ازاي، والله العظيم يعني اتفضلوا عندنا. نفضل نقلب فيها كده قوي. عايزه اللون برضو يبقى غامق عن كده، عايزاها بقى تبقى كمان اغمق من كده، يعني عايزه اللون يبقى بتاع البصل يبقى اغمق من كده، فاستنى عليها شويه عشان كل ما تغمقيها كل ما تدي احلى شوربه.
طبعا تكه القوطه دي قليل قوي ما حد عارفها. دي اول حاجه كده بقى. هنزيد احنا ميه، نزيد ميه بقى عشان ايه؟ ميه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين اللون عامل ازاي؟ تحفه. هتشوفوا بقى التكه اللي ما حدش بيعملها، هتديكوا طعم تاني خالص للشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم كده في الشوربه مكعبين مرقه عشان تعرفي ايه. ودي سر بقى من اسرار اكلات واحد نور. ورجعنا ليكم تاني من اكلات واحد نور، بعد ما غطينا طبعا عليها وحطينا لها طرف معلقه سكر كده وسيبناها تستوي. فطبعا كلكم واخدين وكلنا واخدين على ايه؟ الرقاق بيبقى كده، وبنعمله ايه؟ باللحمه المفرومه. طب احنا الرقاق النهارده هنعمله بطريقه جديده، نكسره. جديده على ممكن يكون ايه الكراهي بتوع القاهره، لكن مش جديده على بتوع الصعيد او جنوب الصعيد بمعنى اصح. وده شكله لما كسرته قدامكم. طبعا عايزين معلقه سمنه بس كده عشان نحطها ايه عليه، لان لازم السمنه البلد تتحط ايه على الوش. فما فيش سمنه بلدي، دي سمنه بقري برضه ماشيه نفس الحكايه. فهنحط كده الشوربه اهي. ادي الشوربه البني خلاص كده. الشوربه البني خلصت، واللحمه وزي ما انتم شايفين هنضيف عليها وهنغرف بقى عشان ايه؟ ناكل احلى شوربه. بصوا ادي الشكل النهائي للشوربه البني. بسم الله الرحمن الرحيم. او التسقيه زي ما بنسميها في البلد. نحط بقى اللحمه كده عليها. طعم حلو يا جماعه والله، والريحه جميله قوي في المطبخ، معبيه المطبخ ريحه جميله جميله. عشان ما تنشفش معاكي لازم تكون ايه؟ الشوربه كتير بس كده. وكده طبعا احنا خلصنا الاكله البسيطه ديت. بس والله هي بسيطه بس طعمها حلو قوي. وهقول لكم وصفتها ازاي عشان برضو بناتي واخواتي يتعلموا منها، لو حاجه مثلا ايه اول مره يشوفوها او كده. الطعم هيبقى حلو واكله خفيفه اصلا. وبالنسبه لنا احنا كصعايده من الصعيد، من قريه من صعيد مصر، دي اكله اساسيه عندنا في العيد بالذات. عيد الاضحى المبارك بالذات دي ايه؟ اكل اساسي عندنا في اول يوم. فكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والله يكون شيء. وهقول ان شاء الله كده انا هقول لكم بقى الوصفه كده عشان ان شاء الله تستنوني وهتلاقوني ايه اكلات حلوه قوي في اكلات واحد نوع. فالوصفه دي اصلا هي مجرد بصل كتير بنقطعه وبسمنه برضو كتيره بنحطها عشان ايه؟ الطعم. نفضل نقلب فيها لحد ايه؟ ما تحمر البصله. وبعد كده بنحط ايه؟ التوابل، فلفل واسمر بس وشطه وملح. وبعد كده بنحط ايه؟ شويه قوطه متقطعين كده. نفضل نقلب فيهم لحد ما يتسبكوا مع بعض كده، ونروح حاطين اللحمه ونفضل نقلب فيها لحد ما تاخد لون. اللون ايه؟ اللي هو البني، اساس الشوربه البني. وبعد كده بنحط ايه؟ ننزلها بميه سخنه. بعد كده بننزل عليها تغلي بالمكعبين مرقه دجاج. وبعد كده بننزل عليها ايه؟ اول ما بتغلي بننزل عليها بطرف المعلقه سكر. بنغطي عليها وبنسيبها لحد ما تستوي على حسب اللحمه بقى. لو اللحمه كبيره بتاخد وقت معاكي، لو اللحمه صغيره بتستوي على طول. وبتمسكي الرق بتكسريه وبتحطي عليه ايه؟ معلقه السمنه بلدي بقري او بلدي الموجود اللي عندك مش هتفرق. بس دي لازم تديها طعم الدسامه شويه كده ايه. هي دي حلاوه فتة الرقاق.
فبعد كده بقى ايه بتاكلي احلى فتة رقاق. فاستنونا ان شاء الله. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة عشان تشوفوني تاني في فيديوهات تانية ووصفات تانية بسيطة لكن حلوة 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 بجد يعني. واشوفكم على خير، وبمناسبة عيد الاضحى المبارك كل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش بقى الاشتراك في اكلات واحة نوح، ماشي، تفعيل زر الجرس واللايك والشير. واشوفكم على خير في اكله جديده من اكلات واحد نوح. وكده الحمد لله حلقتنا خلصت زي ما بدانا بسم الله وننتهي الحمد لله. فنقول لكم بقى كل سنه طيبين والحمد لله الحلقه تمت على خير. واتمنى كده زي ما انا بحبكم وتحبوني.